عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أعتذر عن بعض الصور اللي انتوا هتشوفوها في الفيديو بتاعنا، بس الموضوع أصبح لا يحتمل السكوت عليه. بعض اللاعبين الرياضيين على المستوى العالمي اللي أطفالنا بيتخذوهم قدوة ليهم وبيحبوهم يمكن أكتر من حبهم لينا، وبيرسموا صورهم في كراريسهم وعلى الحاجات الخاصة بيهم من شدة حبهم بيهم. لا، وكمان بيشتروا تيشيرتات بأسمائهم وبيلبسوها علشان حبهم فيهم. الرياضيين دول أو مونديال قطر اللي فعل هاشتاج لا للشذوذ الجنسي وما ترتب على تفعيل هذا الهاشتاج. طبعا كل ده هنعرفه مع بعض بالتفصيل، بس يا ريت فضلا وليس امرا لايك للفيديو، ويا ريت نشير الفيديو بتاعنا على اعلى مستوى علشان نعرف الناس دي واخدانا على فين ورايحه بينا لفين، واحنا مغيبين الوعي وبنمشي وراهم دون ادنى تفكير. هقول لكم دلوقتي كل التفاصيل. يلا بينا نصلي على الرسول بتاعنا عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا الفيديو بتاعنا. طبعا كأس العالم لكرة القدم، كأس العالم لكرة القدم أو المونديال ليست كرة قدم فقط يا سادة بالنسبة للغرب، وإنما هي مناسبة لترويج قيم معينة مصنوعة في العالم الغربي منذ أمد، ونحن نشهد وقاحة وإزعاج متتالي من الغرب الليبرالي المتطرف في الدول الغربية حيال تطبيع الشذوذ الجنسي بين الجنسين، الإناث والذكور. وطبعا كلكم عارفين يعني إيه الشذوذ الجنسي. بلغ بيهم الحال إلغاء النوع البشري القائم على ثنائية الذكر والأنثى، يعني ما ينفعش ذكر وأنثى يكونوا متزوجين، ده بالنسبة لهم هو الشذوذ. أما الشذوذ إن ذكر يكون علاقة مع ذكر أو أنثى مع أنثى فهو ده الطبيعي. والعبث الرهيب في نماويس الحياة والطبيعة الإنسانية، ومش بس كده، تلقين الأطفال الصغار السموم الأخلاقية بتاعتهم، وده أخطر ما في الأمر طبعا. فهم يشتغلون على أو يستغلون الأطفال من الدرجة الأولى. وطبعا الفيفا بالتحديد أو الاتحاد الدولي لكرة القدم بيمنع ارتداء شارات الشذوذ الجنسي اللي بيطلقوا عليها شارة حب واحد يا سلام في مباريات كرة القدم الجارية حاليا بمونديال قطر. هذا الأمر أغضب بعض المنتخبات الأوروبية، وشاهدنا وضع لاعبي المنتخب الألماني أيديهم على أفواههم لدى التقاط صورة قبيل انطلاق مبارياتهم الأولى في كأس العالم، وذلك على خلفية خلاف مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن ارتداء شارة حب واحد. كانوا عايزين يرتدوا الشارة دي، وطبعا تم منعهم منها. انهزم الألمان في هذه المباراة أمام المنتخب الياباني الآسيوي، وكان التعليق اللاذع على هذا الأمر من طرف بعض الساخرين رسما كاريكاتيريا يظهر لاعب المنتخب الألماني وفي رؤوسهم صورة على الشواذ الرينبو أو قوس قزح، بينما كانت صورة كرة القدم وكرة القدم فقط في رؤوس اللاعبين اليابانيين. يعني اليابانيين يعني أقول إيه، الله المستعان. حسب تقرير البي بي سي كان من المتوقع أن يرتدي 7 قادة المنتخبات أوروبية شارة حب واحد خلال البطولة. وقال اتحاد كرة القدم الألماني عبر تويتر إن حرمنا من ارتداء الشارة زي حرمنا بالظبط من الكلام، علشان كده حطوا صابعهم على ايديهم على بقهم، ونحن نتمسك بموقفنا. لذلك ظهرت صورة أعضاء المنتخب وهم يضعون أيديهم على أفواههم. يعني غير كده كمان لبسوا شارة لا للتمييز طول فترة البطولة، يعني معترضين، يعني هم شايفين كده ان هو يتم التنمر عليهم وبيحصل تمييز يعني من وجهة نظرهم. وهذا ما فعله كابتن منتخب ألمانيا حارس المرمى مانويل نوير في المباراة ضد اليابان. يعني اليابان طلعوا محترمين شوية والله. هذه الوقاحة الغريبة ليست معبرة حتى على كل اللاعبين في المنتخبات الغربية، يعني مش كل اللاعبين في المنتخبات الغربية يعني بالمنظر الشنيع ده وكلهم بقوا شواذ. يعني زي مين مثلا؟ زي قائد منتخب فرنسا اللي هو هوغو لوريس، طبعا اللي متابع عارف الأسماء دي، أعلن أنه لم يرتدي الشارة لأنه يريد إظهار الاحترام. يعني هو ممكن يكون شاذ بس هو محترم شوية، يعني مش عايز يرتدي الشارة عشان يعني ما يجرحش مشاعر الناس يعني.
ربما يعني بيجرب الغربيون المرة دي إنهم ليسوا نهاية الكون ولا مصدر الحقيقة ولا نبع اليقين ولا مصنع للقيم ولا مصدر للقيم ولا هداة البشر. فسمت قيم أخرى ومجتمعات مغايرة، بدأوا يعرفوا إن في ناس تفكير غيرهم، بدأوا يعرفوا إن هم منبوذين، بدأوا يعرفوا إن إحنا يعني مش متقبلين حاجة زي كده في المجتمع الشرقي بتاعنا اللي هم قدروا يغزوه من خلال جماعات عبدة الشيطان اللي بيدعمها المثليين والشواذ في أمريكا. ما هو مصدرهم الأساسي في أمريكا، وبنيجي نتكلم على كده يقولوا لنا شواذ ايه ومثليين ايه وامريكا ايه وعبدة الشيطان ايه. مش ده يا جماعه لما كنا بنتكلم في قضيه نيره كنتوا بتقعدوا تتنمروا على الكلام اللي احنا بنقوله وكأن احنا بنقول حاجه من كوكب تاني؟ لا، احنا مش بنقول حاجه من كوكب تاني، احنا بنقول ظاهره غربيه بتتوغل وعايزه تتوغل جوه المجتمع الشرقي بتاعنا. بس احنا طبعا مش هنسيبهم يعملوا كده، يعني احنا مش هنسيبهم يعملوا كده، لان بدأ فعلا ان في جماعات متطرفه او جماعات شواذ بتبدأ تظهر دلوقتي في المجتمع بتاعنا الشرقي على مرأى ومسمع من الجميع، وما عادوش ان هم بيختشوا او بينكسفوا او ان هم بيداروا بيعملوا الفعل اللي بيهتز ليه السماوات والارض في الخفاء، يعني بيستتروا على الناس. لا، ده بقى بدأ علنا بيعلنوا حقهم في ان هم يكون من حقهم ان هم يتزوجوا ويعلنوا زواجهم ويعيشوا في قدام الملأ حياة زوج وزوجة عادي جدا. الله المستعان. وطبعا احنا مش موافقين على هذا العبث الغربي العالمي. هم مقتنعين طبعا باللي هم عليه، واحنا مقتنعين بأخلاقنا وقيمنا، ولو ان البعض ما عادش عنده حاجة اسمها ولا أخلاق ولا قيم إلا من رحم ربي. رسالة مني ليكم، رسالة شكر طبعا لدولة قطر ولزعيم دولة قطر، رسالة مني للشعوب العربية: حافظوا شوية على التراث العربي والشوية اللي باقيين لنا من الحضارات بتاعتنا. حضارتنا أقدم وأعظم كل الدول العربية بلا استثناء. احنا حضارة كمصريين 7000 سنة، وكل الشعوب العربية عندها حضارات تفوق كل الدول الغربية دي. كل الدول الغربية كان لها هدف وحيد في وقت من الأوقات، وهو احتلال الدول العربية، علشان الدول العربية دي عندها فكر، عندها ثقافة، عندها آثار، عندها أخلاق، عندها عقيدة، عندها شريعة. هم عايزين يزلزلوها، لكن طبعا تحية لأهل قطر من القلب، لأن هم قدروا يقفوهم فعلا عند حدهم ويعرفوهم ان هم موجودين عندنا هنا في قطر او موجودين عندنا هنا في دولنا الشرقية، يبقوا يحترموا الطقوس بتاعتنا وما يجهروش بالفواحش زي ما بيقولوا. لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص، بس ما زلنا مكملين في الموضوع. اترككم في رعاية الله وحفظه، في سلام وامان، مع السلامة.